يبقى في علاقة، يبقى في علاقة وأنا مش شايفه. سؤال مهم. طب ايه رأيك في علاقتك، مش عارف انت في علاقة مع مين، علاقتك باللي انت شايفهم، اديك شايفهم، فالح قوي في العلاقة معهم. سؤال جميل، هل الشوفة هي أساس نجاح العلاقة؟ أتحدى. طبعا أنا لو شفته ده شيء جميل، هو هيوريني نفسه وهشوفه. ترنيمة بسيطة زمان، والغالي عليا هتشوفه عينيا، هشوفه، بس هشوفه بعد ما أكون نجحت في العلاقة معاه وأنا مش شايفه، ودي هيبقى لها طعم تاني. فالشوفة مش أساس نجاح العلاقة. على فكرة بطرس الرسول شافه وأكل معاه، وشافه على الجبل المقدس بمجد رهيب، وشاف موسى وإيليا. وبطرس الرسول يسوع خلاه مش بس يشوف يسوع، خلاه يمشي على المية، لا ده خلاه يعمل حاجة غريبة. مرة قال له روح خد سنارة وروح البحر. قال له أي بحر؟ قال له أي بحر يعجبك. قال له أقف فين؟ قال له أي حتة تعجبك. طب ارمي السنارة فين؟ في أي حتة. على فكرة مش أنت اللي هتجيب سمك، السمكة اللي هتطلع لك وهتلاقي في فمها. وحصلت ولا ما حصلتش؟ أنا زي جسمه أشعر، بس على فكرة بعد كده أنكر إنه يعرف يسوع. ادي الشوفة واللي جابته. بس تعرف بطرس ده كتب يقول ايه بعديه؟ كتب كلام رهيب، اسمع يقول: الذي تحبونه وأنتم لم ترونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن، لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. أنا شخصيا أؤمن، أنا رافض زيك على فكرة الغموض. أنا مرات بتخانق معاه بقول له نفسي أشوفك، بس هو بيقول لي دايما أنا هدرب روحك على علاقة أرقى وأسمى، بحيث إنك تحبني وتفهمني وتدخل في علاقة عميقة معايا من غير ما تشوفني، وبعد كده هتشوفني. لما هتشوفني وانت بعلاقة قوية أحسن مليون مرة إنك تبدأ علاقتك لما تشوفني. فأنا أعتقد إنه العلاقة مش محتاجة الشوفة لكي تكون علاقة ناجحة. بنسأل إزاي وجد الله؟ ده سؤال جميل يحتاج صاحب إنه يدرس شوية في المنطق، بس المنطق مش بمفهوم سعيد صالح، اللي للأسف الشديد في مصر عندنا ما بنعرفش غير التعريف ده للمنطق. لكن المنطق دي تعريف بسيط جدا، أحب أحطه هو والفلسفة. برضو الفلسفة عندنا مكروهة مع أنها شيء جميل، لكن ما هي الفلسفة وما هو المنطق؟ الفلسفة إنك تفكر باجتهاد، والمنطق إنك تفكر صح. فهي سمبل بسهولة جديدة. عندما تفكر بعمق، فكر باجتهاد، دي الفلسفة. لما ما تكتفيش بظواهر الأشياء وتبحث عن ما وراء الأشياء، دي فلسفة. لكن إنك تفكر صح، هو ده المنطق. إحنا منين جبنا الكونسبت أو المفهوم بتاع الله؟ مفهوم بتاع الله هو أنه الخالق الذي أوجد كل شيء. لو اتفقنا على دي أن الله هو الذي أوجد كل شيء، خلاص راح السؤال، وقع السؤال. بنسميه self defeated question، يعني سؤال هادم لنفسه. يعني ايه هادم لنفسه؟ لأنك بتقول إزاي الشخص اللي أوجد كل شيء وجد؟ ما ينفعش. لأنه حتى لو قلنا إنه هو أوجد نفسه، بما إنه هو اللي أوجد كل شيء، فهو كان لازم يكون موجود علشان يوجد نفسه. فيبقى في لحظة معينة هو ما كانش موجود وكان موجود. مفهوم قصدي؟ في لحظة معينة ما كانش موجود لأنه لسه ما وجدش نفسه، بس هو كان موجود علشان يوجد نفسه. فالكلام ده كلام متناقض، ما ينفعش. فإذا اتفقنا على تعريف لمين هو الله، فأنت تعرف مين هو الله. لو عرفت أن الله هو واجب الوجود الذي أوجد كل شيء، يبقى السؤال ده ديفيتد، سؤال واقع، إنك تقول طب مين اللي أوجد الموجد لكل شيء. لابد أن نصل في النهاية اللي قال عنه أرسطو الفيلسوف العظيم، قال the unmoved mover، المحرك الذي أطلق الحركة في كل الكون وهو لم يحركه أحد، أو العلة الأولى، العلة التي أوجدت كل شيء. فلابد أن نصل في النهاية إلى علة بتسمى فلسفيا، وده على فكرة بيقبله فلاسفة ملحدين، فكرة واجب الوجود، أن هناك شيء يسموه necessarily being، يعني بالضرورة لازم يكون موجود، وإلا هندخل في سلسلة لا نهائية من وده أوجد ده وده أوجد ده وده أوجد ده. طب في الآخر هنوصل لإيه؟ لازم نوصل لحد هو اللي أوجد كل شيء.